ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض الحواوشي الاسكندراني في البيت بطريقه سهله وبسيطه وكانت طعم روعه. يلا بينا نشوف هنعمل ايه مع بعض. اول حاجه هنبدا نعمل العجينه، بتكون عباره عن كوبايه ونص من اللبن، معلقه كبيره من السكر، باكت خميره. هنقلبهم كويس مع بعض وهنبدا نضيف الدقيق. انا هنا استخدمت حوالي كيلو من الدقيق لجميع الاغراض وبدات اعجن. حسيت ان هي محتاجه سوائل تاني، ضفت نص كوبايه من الميه الدافيه وبعدين ربع كوبايه من الزيت. الزيت بيساعد ان العجينه تبقى طريه زي ما انتم شايفين كده. بنعجن فيها مش اقل من 10 دقايق عشان نوصل لعجينه طريه. هنضيف زيت على الوش بس عشان ما تنشفش، وهنسيبها تخمر حوالي ساعه. زي ما انتم شايفين العجينه بتاعتنا كانت طريه خالص. هنبدا هنا نعمل اللحمه المفرومه بتاعتنا. هنتبل اللحمه المفرومه. انا هنا استخدمت كيلو من اللحمه، استخدمت بصلتين كبار، فلفل حامي، فلفل رومي. هنضربهم كويس مع بعض في الكبة. واستخدمت فلفل احمر، فلفل حامي نقدر نستغنى عنه لو حد مش حابب. هنضربهم كويس جدا، نضربهم ناعم. وهنبدأ نضيفهم على اللحمة المفرومة ونعجن كويس. هنبدأ نضيف التوابل. انا هنا استخدمت ملح، فلفل اسود، 7 بهارات، ورشة حبهان صغير. هنقلب كويس جدا زي ما انتم شايفين كده، وبكده التتبيله بتكون جاهزه. هنا العجينه بعد ما اختمرت معايا حوالي ساعه تقريبا، زي ما انتم شايفين كانت هشه وطريه. هنبدا نشكلها. انا هنا ببدا اعمل كور، كل كوره يعني تقريبا متوسطه بحجم التفاحه كده. هنبدا نفردها ونضيف عليها اللحمه، ونبدا نعمل واحده زيها تاني نفس الشكل، دايره نفس الشكل. وهنبدا نقفلها عليها زي ما انتم شايفين معايا كده. لو العجينه بتاعتي اتقطعت مفيش اي مشكله، باخد حته من العجينه وبقفلها بيها. هبدأ هنا اقفل رغيف الحواوشي بتاعي من الجناب زي ما انتم شايفين، وهنقله على صينيه مدهونه زيت وهسيبه على جنب. انا هنا هعمل شكل تاني، احنا ممكن نعمل اكتر من شكل. هنبدأ ناخد قطعه عجين بس تكون اكبر شويه، وهنبدأ نحط فيها اللحمه المفرومه كده، نفردها كويس. وبعدين نبدأ نلم العجينه كده من الجناب ونقفلها دايره كده، ونبدأ نضغط عليها بايدينا ونفردها، ونفرد بالنشابة بتاعتنا بسيط. ولو اي حاجة اتقطعت مفيش اي مشكلة. هنبدأ ننقلها على الصينية المدهونة زيت، واحنا ننقلها بحرص عشان ما تتقطعش مننا، ولو اتقطعت نقدر نصلحها مفيش اي مشكلة. زي ما انتم شايفين انا اهو بصلح الحاجات اللي اتقطعت. هندهن الوش بتاعها باللبن. انا هنا كنت عايزة اعمل رغيف الحواوشي ده وش بيتزا، فضفت جبنة موتزاريلا وضفت فلفل رومي عشان اعمل الرغيف ده وش بيتزا. في الوقت ده انا بدأت اسخن الفرن بتاعي. هبدأ اعمل معاكم شكل تاني برضو. احنا بنجيب اكتر من مرة عشان نشوف مع بعض طريقة الفرد، اسهل حاجة بالنسبة لنا. هنعمل دايرتين متساويين، هنفردهم. بنحط دقيق طبعا تحت العجينة عشان ما تلزقش. نفرد اللحمة كويس ونبدأ نغطيه بالدايرة التانية، ونقفل اي حاجة اتقطعت مننا. وهنبدأ نجيب شوكة ونحطها في الدقيق ونعمل بيها شكل كده، نقفل بيها تبقى شكلها حلو برضو. هنحطها في صينية مدهونة زيت. هندهن الحواوشي بتاعنا من فوق باللبن، لو حد حابب يدهنه بالبيض، بس انا بفضل اللبن، بيدي نفس النتيجة وبيبقى لونه حلو جدا. انا هنا ضفت سمسم، ممكن نضيف حبة البركة. وده كان شكله النهائي، وبألف هنا.